الأجانب في السعودية. بالعكس هذا تنوع ثقافي، لكن وجودهم بفائدة. الأجنبي اللي يشتغل في وظيفة يقدر يشغلها مكانه واحد سعودي، مع احترامي للأجنبي، لكن ليش؟ إن شاء الله حدنا يعني نقبل هذا الشيء. زمان كان في حاجة لوجودهم، لأن لا أعدادنا تكفي ولا مؤهلاتنا تكفي ولا الأعمار كانت، يعني كلنا أطفال. يعني من سنة 95 لما بدأ موضوع السعودة أنه يبدأ بالتدريج، يعني شوفوا كم سنة، ترى لنا 20 سنة شغالين على الموضوع. طبعا الفئتين المعترضة على موضوع أنه نستبدل الأجانب بالسعوديين هم اثنين، يا تاجر يا أجنبي، بس غيرهم لا، عادي الوضع. أولا فكرة أنه السعودي غير مؤهل، حتى لو ما كان مؤهل حيتأهل شاء أم أبى. كيف حيتأهل وهو قاعد في بيته؟ لازم يشتغل. لكن اليوم اختلفت الأوضاع. اليوم إحنا أعدادنا 21 مليون، ومتوسط الأعمار 26 27 سنة. في نص مليون سعودي وسعودية حصلوا على منح دراسية حول العالم بأفضل الجامعات عشان يجوا لهذا اليوم، لهذه اللحظة. باقيين كلهم درسوا في جامعات حكومية سعودية وتأهلوا وتدربوا وتعلموا. ممكن مهاراتهم أقل لكن حيتعلم. اللي شايفها عنصرية هذا إنسان معلش يعني عنده قصور في فكرته، لأن من الأساس لما أحد يجي على بلد عارف أنه مقيم مؤقت. وللعلم يعني حتى هنا مثلا في ألمانيا تعلن عن الوظيفة لمدة 6 أسابيع، إذا ما تقدم لها ألماني يعطوها لأحد المقيمين. ولو تقدم ألماني بمؤهلات بعد سنة أو سنتين من عمل المقيم ينفصل المقيم وياخذها الألماني. يعني هذه هنا في ديرتهم في أوروبا. حتى إقاماتهم مشروطة بسبب، إذا انتفى وجود هذا السبب تلتغى الإقامة، زي التعليم، زي إنه يكون عندك عقد عمل وهكذا. فلو عقد العمل حقك انتهى وتكنسل تطلع من البلد، عندك 15 يوم تطلع منها، ولو خلصت دراستك بعد لازم تطلع من البلد. الأولوية لابن البلد في أي دولة بالعالم، البلد هذه أحق بأنه أبنائها وبناتها يبنوها ويتعلموا منها. قبل كانوا يقولوا السعودي ما هو مؤهل وما يلتزم وما يعمل، بس اليوم الظروف اختلفت، حتى اقتصاديا الأوضاع اختلفت. الحين ما حد حيقدر يخاطر بلقمة عيشه.